رجعت ليكم فيديو مختلف شوية، والنهارده الفيديو عن أبطال سوبر هيروز ظهروا في المصارعة. كلنا طبعا بنحب أفلام السوبر هيروز وهكلمكم في التفاصيل. أول حاجة عايز تكسب وصل الفيديو 30 لايك وسيب كومنت. أنا عامل سحب على الأيفون واختار واحد من الكومنتس. أنا ممكن عندي 3 4 فيديوهات بس اللي جابوا 30 لايك وأعلنت كلها. كان واحد اسمه سير الأنبياء والتاني كان اسمه عبد الرحمن. دول تواصلت معاهم فعلا. فالموضوع متوقف على فيديو وصل 30 لايك ولا لأ، وعايزين نوصل 1000 سبسكرايبر يا جماعة. طب إيه حكاية بقى المصارعين أبطال مارفل اللي طلعوا في عالم المصارعة، وكان دورهم إيه أصلًا، مجرد ظهور كده والّا ليهم أحداث وكده؟ نبدأ أول حاجة بWolverine اللي هو هيو جاكمان، وده على فكرة ممثل طبعًا طالع مع نولان وأفلام كتير عالمية غير مارفل يعني. دخل في قصة زاك رايدر ودولف زيجلر قبل كده. طب إيه المشترك بين زاك رايدر وWolverine؟ الاتنين كده شعرهم واحد، والاتنين تحسّهم يعني شخصيات كده cool وبتاع. في 2011 الممثل بتاع X Men هيو جاكمان كان ضيف في عرض Raw، تمام؟ وكان وقتها دولف زيجلر مع فيكي جاريرو. إمم. فهو كان طالع فقرة كده عادي، دخلوا قطعوه، زيجلر قعد يقول له بقى إيه: "أنت من الlosers والمغلوبين واللي زيك خسرانين ما لهمش أي لازمة." وكانت بلد هيو جاكمان على فكرة العرض. فجاكمان قال له: "أنا لقيت لك واحد يتحداك وأنت عامل فيها مغرور وبتاع، أنا جبت لك واحد على اللقب بتاعك في ماتش." وكان المنافس ده زاك رايدر. وزاك رايدر ده على فكرة يا جماعة من أول ما ظهر وهو شعبيته كبيرة جدًا، والراجل ده لغاية مثلًا 2019 كان ليه شعبية حلوة. وفي يوم كسب بطولة Intercontinental في عصر ماكمان في WrestleMania، تاني يوم خسروا في الRaw. الفيديو ده واخد مش عارف 80,000 ديسلايك حاجة كده. المهم هيو جاكمان دخّل عليه زاك رايدر. هو ما كانش بيلعب في الماتش بس هو كان مشارك يعني. في لحظة فيك جاريرو ضربت زاك رايدر بالقلم وهو واقع، فراح هيو جاكمان داخل وضرب دولف زيجلر في وشه، وساعتها راح زاك رايدر كسبان البطولة. وبعد كده هم كانوا أعداء طبعًا في السيناريو هيو جاكمان ودولف زيجلر، بس بعدها ب3 سنين بقوا بيحبوا بعض جدًا، بقوا أصحاب جدًا يعني. وقبل فيلم X Men Days of Future Past، الممثل ده طلع تاني في عرض الRaw، وهو وزيجلر كانوا عاملين فقرة كده متصالحين مع بعض. كان وقتها زيجلر بشخصية طيبة يعني. راح ساعتها قطعوا ديميان ساندو لو تفتكرينه المصارع ده، هو مصارع مش مشهور أوي يعني، وكان لابس لبس كده معين عشان يبوظ اللحظة على هيو جاكمان. وراح هيو جاكمان عمل له حركة هيب توس اللي هي رمية خلفية كده، وراح مكمل دولف زيجلر مديله شالوت في وشه. فده ظهور هيو جاكمان، وهو بالنسبة لي على فكرة شخصية إكس مين دي underrated جدًا. وحتى لو عملت ديدبول فيلم مع ديدبول ده أنا ممكن أشوفه يعني، رغم إن أنا ما باحبش ديدبول أوي. نيجي على السوبر هيرو اللي بعده، وهو أرنولد شوارزنيجر. طبعًا كلنا عارفين أرنولد من expendables أو الحاجات دي، وفيلم ترمينيتور. بس هو كان عامل دور قبل كده الvillain في فيلم باتمان اسمه مستر فريز. فبعد ما عمل الدور ده بسنتين ظهر ضيف في عرض سماك داون، وكان ليه كام لقطة كده مع كذا نجم في الكواليس. بس ظهر في الحدث الرئيسي بتاع العرض. كان وقتها ستيف أوستن محتاج مساعدة، يعني كان كتروا عليه وكده، فدخل أرنولد شوارزنيجر يساعده. فراح مدّي ستيف أوستن كرسي عشان يضرب بيه تريبل اتش. فتريبل اتش اتضايق، كان وقتها شرير. و وراح تريبل اتش بدأ يقرّب منه كده، فراح شوارزنيجر دايس على ضربة من تريبل اتش، يعني مسك إيده وقلبها بالبوكس تاني بوشه، كمان كام بوكس كده. وعلى فكرة يا جماعة بعدها ب16 سنة تريبل اتش كإداري يعني هو دخّل أرنولد شوارزنيجر قاعة المشاهير اللي هي hall of fame. وكان الناس كلّها بيقولوا إن ستون كولد وأرنولد شوارزنيجر ده اتحاد جامد يعني كانوا هُم فرقة سوا حلوة يعني. بس ده كان شوارزنيجر. وعلى فكرة يا جماعة شوارزنيجر ده كان حكى مرّة، هو جسمه حلو جدًا كمصارع وكده. كان حكى مرّة إن هو راح يتقدّم لواحدة وقال لها، أبوها قال له: "الشرط الوحيد عشان أنا أقبل بيك كعريس إن أنت تسيب التمثيل." ففي لسه في ثقافات الغرب وهنا احتكار للفنون عمومًا. حتى في مصر كان بيقول لك في المحاكم ما بياخدوش بشهادة الممثل لغاية سنين قريبة يعني. مين تاني ظهر؟ بطل DC كان عامل شخصية اسمها ستيل، هو اسمه شاكيل أونيل. كان ظهر ضد بيج شو كين. هو كان لاعب باسكت برضه غير إن هو ممثل يعني في أفلام DC بشخصية ستيل. وشخصية ستيل دي زي أيرون مان كده، لا عنده قوة ولا أي حاجة ومعتمد على الدرع والسلاح. في 2009 كان في ضيف شرف في عرض الRaw، كان اللي هو الممثل ستيل ده. وبعد خناقة مع كريس جيريكو
عارفين كان جيريكو طالع مع بيك شو في الفريق، فعمل فريق اسمه Crime Time الممثل ده، و وكان هو الحكم في الماتش بين Crime Time وبيك شو وجيريكو. بيك شو في نُص الماتش عمل disqualification خالف القوانين يعني، وده خلّى الفريق يخسر. وبعد كده بدأ بيك شو يستفز الممثل ده اللي هو كان حكم، لحد ما راح الممثل ده آآ فضل باصص له كده والموضوع وقف هنا، ضربه يعني بوكس كده وخلاص. بعدها ب7 سنين الممثل ده خد دور في راس المنيا أصلًا، هو كان باسكت وكان ممثل. كان دخل في ماتش المعركة الملكية لتكريم أندريه ذا جاينت اللي هو الBattle Royale ده، واتقابل مع بيك شو. ما كانوش ساعتها بقى لوحدهم، كان معاهم كين والناس دي، فبدأ كين يقرّب عشان يطلّع الممثل ده، فراح بيك شو والممثل ده عملوا finish لكين choke slam. وبعد كده بدأوا يهجموا على بعض كده، وبعد كده بيك شو راح قال لك أنا هاتحداها في راس المنيا اللي بعدها، بس الWWE لغت الخطة دي ساعتها. وده زي ما أنتم شايفين I show speed مثلًا هو برضه يوتيوبر وكده وظهر في Royal Rumble وTriple H مهتم أوي بالنقطة دي على فكرة. مين تاني ظهر عارفين شخصية Arrow اللي هو السهم الأخضر بتاع DC برضه، كان ظهر ضد Stardust وBarrett Wade Barrett، ودي كانت من أحسن اللحظات في القايمة كلها. هي حصلت 2015، كان Stardust مهووس بالبطل الخارق ده اللي هو كودي رودز يعني، كان مهووس بفكرة Green Arrow ده. و و وكان دايمًا بيقعد يجيب سيرته وكده، وساعتها كان نيفل عامل مشكلة مع تريبل اتش إن هو عايز يلعب ماتش ضد ستاردست وكينج باريت في سمر سلام. فالماتش بدأ فعلًا واتعمل، وكان نيفل بس لمّا ستاردست دخل وكده طلب إن الجرين ارو هو اللي يواجهه. ساعتها ستيفن ايميل اللي عامل دور ارو ده دخل واتضرب كتير جدًا، بس أثبت إن هو مش مجرد ممثل وعمل حركات ضد خصمه فعلًا. وساعتها ومرة كده في نُص الحركات طلع على الحبل من اللي فوق وضرب ستاردست وباريت بحركة كروس بادي. وساعتها راح نيفل عمل حركة السهم الأحمر بتاعته وخلّتهم يكسبوا الماتش. وبعد كده آخر حد معانا هو الشرير بتاع Iron Man 2 اسمه ميكي رورك، ظهر ضد كريس جيريكو. في 2010 ميكي رورك ده كان بيلعب دور الشرير اسمه whiplash في فيلم Iron Man 2 لو شفتوه أكيد كلكم شفتوه يعني. قبلها رورك أخد خبرة لمّا دخل الحلبة مع كريس جيريكو في WrestleMania 25، فجيريكو قال لك أنا هاتحداه وأنا غلبت ناس كتير وكده، فالممثل وافق على التحدي، وبدأ يستغل خبرته في الملاكمة وعمل كذا حركة لجيريكو قبل ما يدّي له الرايت هاند يوقّعه خالص، اللي هي اللكمة بالإيد اليمين يعني. جيريكو قال لك أنا مش هاخد ضربات أكتر من كده، وساب الحلبة ومشي، وساعتها رورك ده احتفل مع ريك فلير. بس دي كانت قايمة المصارعين اللي ظهروا في الممثلين آسف اللي ظهروا في عروض المصارعة. ويا جماعة لو عايزين أعمل لكم فيديو عن مصارعين خدوا أدوار في أفلام السوبر هيروز قولوا لي عادي، وصّلوا الفيديو 30 لايك، أشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.